السلام عليكم البنات، السلام عليكم الحبيبات الغزالات ديالي، السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناه سميه وورد. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا يا ربي بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. كما كتشوفوا انا هنا عملت لكم واحد المقطع، صورت لكم كورنيش الناظور بالنسبه للجاليه المغربيه ديالنا، ناس الناظور مقيمين في الخارج غادي يكونوا توحشوا مدينتهم الحبيبه، فانا صورت لهم منظر. بغيت نقول لكم المنظر عندنا زوين والجو عندنا فعلا غزال. فمرحبا بكم في بلادكم، سواء جيتوا في رمضان، سواء في العيد، سواء في الصيف، فمرحبا بكم في بلادكم، مرحبا بكم في مدينتكم الغاليه الناظور. والبنات انا بغيت نوجه واحد تحيه كاع المغاربه ديالنا، سواء خارج المغرب او داخل المغرب، وعلى دعمهم وتشجيعاتهم ليا. وبغيت نوجه واحد التحيه خاصه للناس الناظور الوفاه ديالنا اللي في خارج المغرب وكيشجعوني بتعليقاتهم المحفزه. طبعا ما ننساش المتتبعات ديال الوفيات والغاليات اللي من داخل المغرب وكيشجعوني دائما بتعليقاتهم اللي الحمد لله كلها ايجابيه. فانا الحمد لله لقيت قبول عند الناس، والحمد لله تعليقاتكم الايجابيه دائما ما كتشجعني باش نقدم لكم المزيد، وان شاء الله غادي نبذل المجهود ونقدم لكم اكثر واكثر. غادي نتابر على الفيديوهات ديالي ونقدم لكم ان شاء الله دائما الجديد. كما انني كنوجه تحيه لخوتاتنا الجزائريات، فانا فعلا عندي متبعات وفيات على القناه ديالي اللي هما جزائريات ودائما ما كيشجعوني حتى هما وسند ليا، فانا كنوجه لكم كاملين تحيه خاصه، سواء متتبعات ديالي القدام او المتتبعات ديالي الجداد اللي يلاه انضموا على القناه. فمرحبا بكم كاملين وشكرا لكم كاملين وحده على دعمكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم الرائعه جدا، وشكرا على ثقتكم فيا. وان شاء الله يا ربي غادي نكون عند حسن ظنكم بي، فالله يجازيكم بخير. ويا ما نشكركم والله الا صراحه ما عرفتش اش غنقول لكم سوى الله يجازيكم بخير وحق الله العظيم. وقبل ما نبداو البنات اولا قبل ما نبداو مشاهدينا الكرام، صلوا على الحبيب المصطفى، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لاول مره كتشوفني اولا اكتشفت قناتي من خلال هذا الفيديو هذا، كنرحب بها حتى هي بالضغط على زر اشتراك او لا سبسكرايب والضغط على الجرس باش توصل بكل الفيديوهات الجديده. واكيد البنات ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد الناس، باش ان شاء الله العائله ديالنا او القناه ديالنا تكبر بكم وليكم ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لهذا الفيديو هذا البنات شنو غادي نقدم فيه؟ غادي نقدم فيه مشتريات اللي شيت من محل بيتي. فانا ديجا نزلت على القناه فيديو على جديد الاواني 2019 اللي ما شافتوش البنات تمشي تشوفوا. وفي هذا الفيديو هذا غادي نوريكم شنو شريت من داك المحل، فبقاو معايا. فها انا البنات وصلت للدار كما كتشوفوا، انا كنقاد لكم الكاميرا غنوريكم المشتريات اللي شريت. فما نكذبش عليكم البنات، عجبوني مش شحال من حاجه حمقاتني، ما كرهتش وكان شريتها، ولكن للاسف الميزانيه ديالي كانت محدوده. المهم شريت بعض المشتريات اللي بسيطه وكنت صراحه محتاجاها في المطبخ ديالي، فبقاو معايا تعرفوا على شنو شريت. وان شاء الله مره اخرى نشري حاجه اخرى كل مره، وبنادم يشري حاجه حيت الا جيتو تشريو كلشي دقه وحده ففعلا خصكم ميزانيه تكون من داكشي الرفيع ثقيل على حقها وطريقها. فكما كتشوفوا اول حاجه شريتها البنات ها هي، بلاتي نجولها الكاغط. شريت هذه البنات عجبتني بزاف، الشكل ديالها والديكور ديالها على شكل ايوازات وفيهم داك القلب في الوسط، فصراحه حمقتني وعجبتني. والثمن ديالها لقيتو ثمن مناسب اللي هو 80 درهم، فعجبتني. نبقى نحط فيها مثلا التمر او الشباكيه لرمضان ان شاء الله. تقدروا تحطوا فيها مثلا حلوى او لا مكسرات للضيوف ديالكم، يعني عطا الله الخير ما يتحط فيها. ففعلا الشكل ديالها زوين وعجبتني، ولهذا فانا خديتها. كنتمنى حتى نتوما تكون عجباتكم. بلاتي نجبد عاوتاني شنو شريت. وشريت البنات هاد المواس هادو، بصراحه كانوا خاصيني مواس ما عنديش فعجبوني، لقيتهم رخاصين ب 13 درهم فقط، فيهم 6 المواس في الاحمر والابيض كما شفتوا. وهنا غادي نوريكم هاد التواصل هادو اولا التبيصلات اللي شريت. بلاتي نقرب لكم الكاميرا. هنا مسكين مول المحل فعلا الله يجازيه بخير، فهو عمل لي سكوتش
نحط لهاد الطبيصلات هادو باش زعما ما يتهرسوليش مع الطريق. بلاتي كما شفتوا انا غادي نحلو واحد نهز واحد الموس، بعدا نوريكم الشكل ديالو. ها هو كيف جا زوين. وبه غادي نقطع هاد السكوتش هذا، فمسكين عمل له سكوتش بنيتو باش ما يتهرسوش. والله العظيم انا نزول هاد السكوتش. ها انا البنات شريت هاد الطبيصلات هادو اللي صراحه عجبوني بزاف، شريتهم على شكل قلب. بلاتي انا نزول سكوتش. هاهما البنات شريت هادو اللي على شكل قلب، صراحه عجبوني بزاف. مثلا نقدر نحط فيهم الزيتون، نقدر نحط فيهم التمر، المهم اي حاجه بغيتوها. فالثمن ديالهم 5 دراهم فقط، يعني لا غلا على مسكين، زوينين بزاف، تزينوا بهم مائده رمضان ديالكم ان شاء الله. ها هو. فانا قلت البنات شريت غير جوج، قلت من بعد خاصني نشري واحد جوج اخرين باش نكمل 4 ونبقى نحط فيهم هيدا الزويتينات. وشريت هادو عاوتاني حتى هما البنات 5 دراهم، شريت جوج هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. مثلا هادو تقدروا تحطوا فيهم سلو اولا السفوف. ان شاء الله باقي غادي نعمل معكم تحضيرات رمضان، غير تسناوني. غنعملوا ان شاء الله السفوف وغنعملوا بزاف د الحاجات ان شاء الله يا ربي. الله يحيينا والله يقوينا ان شاء الله. بلاتي نزول البنات سكوتش لهاد الطباصل هادو حتى هما كما كتشوفوا. وشريت عاوتاني البنات هاد الطباصل هادو، الثمن ديالهم 15 درهم، هادو 15 درهم. فانا عجبوني بزاف وقلت ناخذ منهم حتى هما جوج، خديت منهم جوج. وعجبتني هاد الزواقه، هاد الوريدات اللي فيهم كما كتشوفوا. تقدروا مثلا تحطوا فيهم مملحات، تحطوا فيهم معجنات، تحطوا فيهم مسمنات، رغيفات، الحرشه، بريوات. عطا الله الخير ما يتحط في رمضان ان شاء الله يا ربي. فها انا كما شفتوا شريت جوج، الثمن ديالهم 15 دراهم. وشيت البنات عاوتاني هاد الطبسيل هذا، بالحق هذا شيت غير واحد صراحه، حتى من بعد غادي نمشي نزيد واحد اخر، نزيد له خوه، ما خليهش بوحديتو يبقى وحداني مسكين. هذا البنات شريته ب 25 درهم. عجبني هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا، وخديته ب 25 درهم. سوا نحطو فيه شي شهيوه هيدا نعملوها، مثلا شي كيكه اولا، علاش لا. وصافي البنات. وشريت عاوتاني واحد الحاجه اخرى، بلاتي نحط هادو هنا. شريت عاوتاني البنات هاد سميتها هاد الفراقه هادي، لقيت الثمن ديالها مناسب ورخيص. والصراحه كان شي حوايج عاملهم السولد باش نكون معكم صريحه، وشي حوايج الثمن ديالهم عادي ما عامش فيهم السولد. بلاتي نحل هاد، هاهي البنات هاد الفراقه هادي، كنتمنى حتى نتوما تكون عجباتكم. فالثمن ديالها لقيتو البنات كما قلت لكم مناسب، غير ب 70 درهم. فيها 3 ايطاجات. بلاتي نوريكم ها هي كيف جات ب 70 درهم. فجاتني زوينه صراحه. كان عنده اشكال اخرى اللي رائعه جدا كما شفتوا في الفيديو. اللي ما شافتش الفيديو تمشي ترجعوا تشوفوا، عنده شكلات كيحمقوا. ولكن ما نكذبش عليكم البنات، جاني الثمن ديالهم شويه طالع والميزانيه ديالي كانت محدوده، فانا اكتفيت غير بهذه. حتى مره اخرى يسهل الله ونشري حاجه اخرى ان شاء الله. فها تقدروا تحطوا فيها مثلا معجنات، تقدروا تحطوا فيها اشكال البيتزا، اشكال المملحات، اشكال الحلوى، تقدروا تقدموها تحطوا فيها وتقدموا فيها حتى للضيوف ديالكم، علاش لا. وصافي البنات هذا ما شريت مشتريات ديالي. كنتمنى انه فعلا الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا والايمان والتقوى يا رب العالمين. ما تنسوش البنات تضغطوا جيم وتبارطاجيو لا فيديو. الى الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.